مساء النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون احوالكم كلها طيبه وانتم كتفرجوا في الفيديو ديال اليوم غادي نصاوب واحد الكيكه تاكلوها مع القهوه ديالكم، كتجي ساهله بنينه ما فيهاش قوه الخدمه، وغادي نصاوبوها بالعجينه ديال الجينواز. غادي نحتاجوا في المقادير 4 الحبات ديال البيض. اول حاجه البيض خاصو يكون حجم كبير وخاصو يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني الا كان في الثلاجه من الاحسن تجبدوه من الثلاجه وتحطوه تقريبا ما بين ساعه ونص حتى لساعتين عاد تخدموا به باش يطلع لكم لا جينواز ديالكم. غادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه وغادي ندير معلقه كبيره ديال الفاني. غادي نطرب هذاك البيض باستعمال ديال الطراب الكهربائي اولا بالماكينه ديال العجين. الا كنتو غادي تخدموا الطراب اليدوي فغادي ياخذ لكم واحد المده اللي طويله بزاف وغادي يعذبكم، يعني غادي توليو في ما بين 13 حتى ل 12 دقيقه، ولكن الا كنتو غادي تستعملوا طراب كهربائي ف7 دقائق 8 دقائق كافي. غادي نبدا كنزيد السكر بالتدريج شويه بشويه. بالنسبه للسكر انا استعملت نص كاس ديال السكر تقريبا واحد 100 غرام، وغادي نبدا كنزيدو شويه بشويه وانا كنطرب حتى نحصل على واحد القوام اللي يكون كريمي ويكون هكايا ثقيل نوعا ما. تقدروا تكتبوا اي رقم ويبقى باين لكم كيف ما كتشوفوا انتم. هنا كتعرفوا بلا البيض ديالكم طرب مزيان. الا واحد المعلومه ما قلتهاش لكم، الا عاد جبتوا البيض من الثلاجه وخدمتوا به هو بارد فغادي ياخذ لكم واحد المده اللي طويله في التطراب، ماشي كيف ما قلت لكم الا كان بدرجه حراره المطبخ اقل حاجه واحد 7 حتى 8 ديال الدقائق. خاصكم تعطوا خاطركم في الطراب، لانه فعلا واحد الوقيته غتقول واه ما غاديش ما بغاش يطلع لنا، ولكن هو كيبغي غير الوقت وتعطيوه الخاطر. دابا غادي نزيد الدقيق، غادي ندير واحد 100 غرام ديال الدقيق، تقريبا كاس العنبه قل واحد معلقه كبيره، ما تعمروش بزاف. وغادي نبدا نزيدو دفعات شويه بشويه، 2-3 ديال الدفعات من الاحسن. وانتم كتحركوا كل ما خويتوا شويه ديال الدقيق كتحركوا غير بشويه. انا غير زربت الفيديو كتبقاو كتحركوا من الفوق لتحت بسباتول وغير بشويه عليكم باش ما يطيحش لكم هذاك البيض. انا خديت هنايا هاد الصينيه هذه فيها 30 على 40. الا كنتو بغيتوها تكون غليظه شي شويه، طبقه غليظه، فكتاخذوا صينيه اللي كتكون صغر. انا بغيتها تكون تبقى لي رقيقه، ماشي ما غاديش ندير بها السويسرول اللي كتعرفوا، ما يعني ما غاش نعمرها بالكريمه اولا، فبغيتها تكون تبقى لي رقيقه. دخلتها الفران مسخن قبل على 180 درجه، كتاخذ لكم اقل حاجه 10 حتى ل 12 دقيقه، يعني على حسب الفران. صافي كنطيب هذيك الساعه وهي سخونه، كنخرجها كندير عليها شي شويه ديال السكر ثقيل باش ما تنطرش ليا هذيك القشره اللي الفوق، وكنقلبها فوق بابي كويسون وكنلويها. هاد لي زيتاب البنات ولا الخطوات حاولوا تزربوا عليهم والجينواز ديالكم باقي سخونه. انا كنزيد نلويها باقي في واحد المنديل وكندخلها للفريغو تقريبا نص ساعه ما تفوتوهاش. صافي هنايا لقيت بلا لا فيديو ما كنتش كنصور، دهنت بالشوكولات، خلطتها مع الحليب ودرت شويه ديال القرقاع من الفوق، حمرته وهرمشته ودرته فوق من ديك الحلوه وعاودت روليتها. راه كتجي على هذا الشكل. نتوما تقدروا تزيدوا تغطسوها في شوكولا نواغ الا بغيتوا، اولا دردروا عليها شويه ديال سكر ثقيل. المهم نتوما تفننوا، كتعجبني ناكلها غير بحال هكا. حتى هنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تكونوا استفدتوا معايا. نشوفكم الفيديو جاي. سلام عليكم.